اهلا تاني اعدادي. النهارده باذن الله بنتكلم عن مصلحه الحكم العثماني. بس لازم تكون عارف ان قبل مجيء العثمانيين كان عندنا مماليك. طيب بص يا معلم، قال لك ان الدوله العثمانيه طبعا كانت دوله قويه جدا خلال القرن ال16. كانت موجوده في كذا قاره، زي قاره اوروبا، زي قاره اسيا، زي قاره افريقيا. بس قبل مجيء العثمانيين قال لك كان عندنا مماليك. في الوقت ده قبل مجيء الدوله العثمانيه قال لك ان الدوله المملوكيه كانت بتعيش اسوأ فترات حياتها. طب ليه يا معلم؟ قال لك لثلاث اسباب. السبب الاول تدهور الاحوال الاقتصاديه. رقم اتنين قال لك الضرائب الباهظة يعني الكتير. رقم ثلاثة قال لك تحول طريق التجارة إلى طريق رأس الرجاء الصالح. وخلي بالك طريق رأس الرجاء الصالح أنا بالنسبة لي بيمر حوالين قارة أفريقيا، يعني بدل ما التجارة تعدي من عندنا هتلف حوالين قارة أفريقيا، فبالتالي بتتأثر سلبي على الاقتصاد بتاعنا. يبقى معظم الأسباب هي أسباب اقتصادية. طيب بعد كده يا شباب بنتكلم عن العلاقة بين الدولة المملوكية والدولة العثمانية. قال لك مرت عندي بثلاث مراحل. كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. المرحلة الأولى عندي مرحلة ودية، كانوا بيحبوا بعض. رقم اتنين تنافسية. رقم ثلاثة صدام. أول حاجة يا حبيب قلبي قال لك المرحلة الودية. قال لك إن في بعض المواقف بتثبت إن كان في عندي علاقات ودية بين الدولة العثمانية والدولة المملوكية. إيه هي؟ تقول لي إن رقم واحد الدولة العثمانية كانت معترفة إن الدولة المملوكية هي زعيمة العالم الإسلامي، فبالتالي ساعدتها في الحرب بتاعتها ضد البرتغال. وخلي بالك ان الحرب نتج عنها تدمير الاسطول المملوكي. تاني وبالراحه، قال لك ان رقم واحد العثمانيين كانوا ينظرون الى الدوله المملوكيه هي زعيمه العالم الاسلامي، يعني هي رقم واحد على مستوى العالم الاسلامي. ايه رقم اتنين؟ قال لك رقم اتنين قال لك الدوله العثمانيه كانت بتساعد المماليك حربيا في حربها ضد البرتغال. خلي بالك ان الحرب ده نتج عنها تدمير الاسطول المملوكي. هنا بقى ممكن اقول لك ليه العثمانيين اصلا كانوا بيساعدوا المماليك. هتقول لي لان العثمانيين كانوا ينظرون الى المماليك انهم زعماء العالم الاسلامي. الموقف الثاني طبعا قال لك ان المماليك كانوا بيحتفلوا بفتح العثمانيين للقسطنطينيه، هي عاصمه الدوله البيزنطيه. طيب بعد كده قال لك العلاقات التنافسيه. العلاقات التنافسيه ما بين الدوله المملوكيه والدوله العثمانيه والدوله الصفويه. ركز معايا يا معلم، هي المرحله الثانيه اصلا بدات ليه؟ قال لك ان رقم واحد توسعات الدوله العثمانيه. الدوله العثمانيه بدات تتوسع طبعا والقوه بتاعتها بدات تزيد، يبقى رقم واحد توسعات الدوله العثمانيه. طيب رقم اتنين الشعبيه بتاعت الدوله العثمانيه بدات تزيد. طيب رقم ثلاثة قال لك تحكم العثمانيين في طرق التجاره. يبقى ثلاث اسباب مهمين جدا. رقم واحد توسعات الدوله العثمانيه. رقم اتنين شعبيه الدوله العثمانيه بدات تزيد. رقم ثلاثة تحكم الدوله العثمانيه في ايه؟ ايوه كده، في طرق التجاره. بعد كده بقى قال لك بدا التنافس بين ثلاث دول. هجيب لك الخريطه بتاعتهم، لازم تكون عارفهم كويس جدا. عندي الدوله العثمانيه والدوله المملوكيه والدوله الصفويه. اول حاجه الدوله الصفويه والدوله العثمانيه. الدوله العثمانيه هتبدا تروح للدوله الصفويه وتقضي عليها، بس قبل ما تروح لها قال لك الدوله العثمانيه راحت للدوله المملوكيه وطلبت منها المساعده، والدوله المملوكيه رفضت، وده كان سبب من اسباب تدهور العلاقه بين الدوله العثمانيه والدوله المملوكيه. المعركه اللي تم بين الدوله العثمانيه والمماليك اسمها معركه جلدران. اللي كسب الدوله العثمانيه واللي